سلام، كما تشوفوا اليوم غنحضر معكم هاد الفلو اللي تقدروا توجدوه لجميع المناسبات اللي عندكم. تيجي بنين بزاف وكريمي وبمقادير سهله. اول حاجه غنبداو بها هي الطبقه ديال الكراميل. غنحتاجو فيها هنايا كاس ديال السكر سنيده اللي غنوضعوه هكذا فوق البوطه، نوضعوه على نار تكون هكذا مجهده حتى يبان لينا بدا تيذوب من الجناب. عاد نبداو نحركوه مع التحريك، الا باينه بدا تيتحمر وجنا بزاف تنقصوا شويه البوطه، نخليوه حتى يذوب على خاطرو على هذا الشكل هذا، ونبقاو هكذا مع التحريك حتى يذوب لينا كامل. هنا من يذوب مباشره نضيفو في المول اللي غنديرو فيه هذا الفلو هذا. هنا تيبقى المول على حسب الرغبه، كل واحد الشكل اللي تعجبو المول اللي بغاه يستعملو. هنا غنوزع هذا الكراميل هكذا بالزربه، واخا تيكون سخون هكذا نحاول نغطيه بكاع الاطراف ديال المول باش ما يلصقش لنا الفلو. بهاد الطريقه نخليوه على جنب ونمشيو نحضروا الطبقه ديال الفلو. بالنسبه للفلو غنحتاجو فيه ايطرو ديال الحليب، نص ايطرو ديال الكريمه السائله، ربعه ديال الفلو واللوز. بالنسبه للفلو انا هنا درت جوج انواع مختلفين، يعني اختاروا نتوما النوع اللي بغيتو، يا اما ديروا هكذا جوج من كل نوع، ولا ديروا ربعه من نوع واحد، يعني تيبقى على حسب الرغبه. بالنسبه الكريمه السائله اللي عندي حلوه، غنضيف غير 3 المعالق ديال السكر معاهم. الا كنتو استعملتوا الكريمه اللي ما فيها السكر غتزيدوا نسبه السكر اكثر من هكا. هنا غنضيفو كلشي في كاسرونه اللي نخليوها فوق النار. نضيفو الحليب، الكريمه، الفلو والسكر، ونخلطوهم مزيان ونخليهم فوق النار حتى يغلاو لينا. بالنسبه للفلو كما قلت لكم تختاروا نتوما النوع اللي عندكم. بالنسبه للنوع اللي استعملت انا ديال الفاني، هنا مني يغلى لينا مزيان هذاك الخليط تنضيفو عليه اللوز اللي سخناه من قبل وطحناه مزيان. يمكن لكم تخليوه مهرمش. مباشره نصبو فوق هذاك الكراميل اللي درناه، غير بشويه انا حيت تكون سخونه بزاف، حيت يبدا يطرطق هذاك الكراميل بشويه باش عاد ياخذ الحراره ديال الخليط. هكذا نصبوه ونخليوه على جنب حتى يبرد لينا، حيت تيكون سخون بزاف. من الاحسن نخليوه غير فوق البوطاجي هكذا حتى ياخذ لينا الحراره معتدله. عاد ندخلوه الثلاجه، ومن احسن حاجه انه يبات ليله كامله، عاد يمكن لينا نقدموه. هنا من بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه، هنا نقدمه معاكم. ضروري هنايا هكذا بمعلقه نهبطوا داك الجوانب ونتكو هكذا بالموس باش يخرج لنا داك الهواء، باش داغي تقلب لينا ويزول لينا من المول ديالو. بهذه الطريقه نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. طريقه التحضير ديالو راه جد سهله، تبعوا غير الخطوات ما تبدلوا فيهم والو، ان شاء الله تصدق معكم من اول تجربه، وفي نفس الوقت يجبني بزاف. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليه في كومونتير ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتوا جداد معنا، وإلا عجبكم الفيديو بكل تاكيد ضغطوا على زر لايك او زر الاعجاب. شكرا بزاف للمشاهده، نتمنى انه يعجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينه ديالكم. بسلامه، الفيديو الماجي ان شاء الله.